في الفيديو ده هنعمل البرواز بطريقتين من الكرتون، وكمان في طريقة منهم بطريقة البوهو ستايل. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. ما تنسوش بقى قبل ما نبدأ تدعموني وتشتركوا في القناة علشان نوصل مع بعض ل1000 مشترك بإذن الله. كلنا بنحب ديكورات البوهو ستايل. تعالوا بقى نعمل مع بعض البرواز الجميل ده. انا جبت مستطيل من الكرتون وطبعت الصورة دي. الصورة انا جايباها من برنامج بنترست وطبعتها على ورق بيلمع وتقيل شوية. بعد كده هثبت الصورة على الكرتون بالشمع، وممكن كمان تثبتوها بلزق دبل فيس. الخطوة اللي بعد كده انا جبت خيط المكرمية ده، وعشان هو رفيع حبيت اخليه عريض شوية، فهعمله غرزة السلسلة بإبرة الكروشيه العريضة دي. هنعمل غرزة السلسلة بالشكل ده. وهنكمل كده بنفس الطريقة لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. ده كده شكل الخيط بعد ما عملته. هنبدأ بقى نلزق الخيط بالشمع حوالين الصورة. انا هعمل صفين بس من الخيط، ممكن تعملوا اكتر حسب ما انتوا حابين. هكمل بقى لزق لحد ما اخلص الخيط. بعد ما خلصت الصفين كده مش هقص زيادة الخيط دلوقتي علشان ما تفكش. هقص بقى الكرتون الزيادة ده بالمقص. بعد كده هقص جزء بسيط من الخيط والباقي هلزقه لورا. هجيب بقى قطعة من قماش الجوخ وهغلف بيها الظهر. وهعمل علقة بشريط من الخيط وهلزق عليه قطعة قماش علشان تثبته اكتر. وبس كده خلصنا. شكله جميل ومبهج ومميز جدا. جربوه بالالوان والصور اللي تحبوها واكتبوا لي رايكم. هنعمل مع بعض البرواز الجميل ده بقطعتين من الكرتون بس. هجيب بقى قطعة كرتون واحدد بعرض المسطرة خط في كل جنب بالشكل ده علشان يكونوا متساويين. بعد كده هفرغ المستطيل اللي طلع في النص ده، هنفرغه بالقطر او المقص. كده بعد ما فرغته هنغلفه بقى باي قماش متوفر عندكم. انا اخترت قماش الجوخ ده وهغلفه بيه. هنقص القماشه اكبر من مقاس الكرتونه بشويه. هلزق عليها بقى طار الكرتون كده، وهفرغ الاطراف الاربعه بالطريقه دي وهلزقها. بعد كده هفرغ الجزء اللي في النص ده وهقص منه الزيادة وهلزقه.
كده بعد ما غلفناه هجيب بقى قطعة كرتون تانية بنفس المقاس بس مش هفرغها، وهغلفها بنفس الطريقة. وبعد ما غلفتها هجيب مستطيل برضو من الجوخ وهلزق الجزء اللي في النص ده علشان نكون غلفناها كلها. هجيب بقى 4 مثلثات من الكرتون وهلزقهم في بعض علشان نعمل الستاند ويكون سميك شوية. بعد ما لزقتهم هغلفهم بقماش الجوف برضو، وهجيب 3 شرايط من الكرتون وهلزقهم في الأجناب كده ما عدا الجنب اللي فوق علشان ندخل منه الصورة. هلزق بقى الإطار ده على شرايط الكرتون كده، وهثبت المثلث ورا كده علشان يكون ستاند البرواز بتاعنا. وبس كده خلصنا. هنحط بقى الصورة بالشكل ده من فوق. اطبعوا اي صورة تحبوها وممكن برضو تستخدموا صور شخصية. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله.